السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. معلش انا بقالي فترة كده ما طلعت لكوش بفيديوهات جديدة عشان طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده عملت حادثة بسيطة كده، الحمد لله ان هي جت على قد كده. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. هي حادثة بسيطة كده، فاتحة فوق في اورتي كده فوق عينيا زي ما حضراتكم شايفين، وسابت كدمات كده حوالين عينيا. بس الموضوع ده بقاله حوالي اكتر من اسبوعين، يعني بقاله حوالي 3 اسابيع كده. فانا ما كنتش بطلع في فيديوهات طبعا على ما عينيا تخف وعلى ما الجرح يخف. والحمد لله بفضل الله خف بقى وكل حاجة. وانا حبيت ايه اطلع اعمل معاكم فيديو جديد كده، وكمان عشان ما تنسونيش في الدعاء. ربنا يشفينا ويعافينا جميعا يا رب بحق جاه النبي، ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله عصير الفراوله بالبنجر زي ما حضراتكم شايفين كده. الفراوله اهي في الخلاط، والبنجر انا مقطعه حتت، هو دوت اساس الوصفه او الاختلاف يعني في الوصفه. كلنا طبعا بنعمل عصير الفراوله، وممكن في ناس بتعمله بالبنجر برضو زي ما انا بقول لحضراتكم كده. بس ايه، انا هعمله معاكم وهوريكم الطريقه. بتجيبي واحده بنجر وتقشريها وتحطيها في في كسرونه صغيره كده، تسلقيها على النار نص سلقه، ما تسلقهاش قوي وتهريها ولا تخليهاش ناشفه عشان ما تضيعيش القيمه الغذائيه بتاعتها وانت بتسلقيها. وبرده ايه، ما تخليهاش ناشفه، ما تضربش في الخلاط. والفراوله دي زي ما حضراتكم شايفين كده كانت عندي في الفريزر، مطلعاها بقالي حوالي ساعه كده او اتنين. فكت شويه ولسه فيها تلج برده، بس فكت شويه زي ما حضراتكم شايفين. هي الفراوله هي حتى نزلت الميه بتاعتها حمرا اهي، دي من لوحدها كده من الايه، التلج. اللي حطينا ايه دي القطع البنجر اهي. بصوا، قطع بنجر كده زي ما حضراتكم شايفين الطريقه دي، شايفين يا حبايبي؟ هنحطها ايه على على المصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، على الفراوله كده في الخلاط. تمام تمام قوي كده. مش انتوا شايفين؟ بس اهم حاجه كل حاجه قدامكم واضحه تمام، عشان ايه اللي حاسه ان الكاميرا مش مظبوطه قوي. هنحط بقى السكر. السكر على حسب الرغبه طبعا، انا بنحب حاجه مسكره شويه، فانا هحط شويه سكر كده طريقه عشوائيه، مش كام معلقه، شويه سكر في الخلاط وخلاص زي ما بنعمل اي عصير. مش هنضربه، يعني حاجه سهله جدا. هي كل الحاجه اللي بنقول ان احنا قشرنا البنجرايه وسلقناها نص سلقه بس، وهنحطها على بحيث تبقى طريه وتتضرب معايا. احنا الاول كنا بنعمل الايه، العصير الفراوله عايزينه مثلا يبقى احمر. كنا ايه، لو الفراوله مش حمراء قوي كنا بنحط له سنه لون طعام او لون عصير. طبعا دي مواد حافظه بلاش منها. زي برضو بنيجي نعمل الرمان، ما بعمل معاكم عصير الرمان قبل كده كنا حطينا ايه شويه لون احمر كده، اللي هو لون الفراوله ده. هو اسمه اساسا لون فراوله، بيتحط له الرمان وبيتحط لاي حاجه، هو اسمه لون فراوله اساسا او لون طعام. فانا بنصحكم يعني ما نحطش الالوان الصناعيه دي. نحط البنجر دهوت حلو جدا للرمان او بالاضافه ان البنجر نفسه فيه قيمه غذائيه رهيبه جدا يعني. والفراوله كلها حديد، الفراوله كلها حديد والبنجر كله حديد. فتخيلي بقى ان انت لما تحطي الاثنين دول مع بعض تشربي كوبايه كده، يعني هي اللي هو مثلا بيعاني من انيميا او مثلا عايز يدي لنفسه طاقه ويزود من الفيتامينات والمعادن عنده، يعمل الوصفه دي. هنعمل كده، هنسمي الله. على فكره عشان الفراوله في الفريزر وفيها تلج، فتحس ان هي طريه اتضربت بسرعه يعني. بص هنضرب تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعها احمر ازاي، ما شاء الله جميل جدا. هنحطها كده من غير ما ندوق ولا حاجه. هو ايه ان شاء الله السكر هيطلع كويس، يعني ان ما طلعش مسكر كمان. احنا بنحب المسكر، اللي مش عايزها تبقى مسكره قوي وبيعمل ريجيم او كده مش بيحب الحلويات، هياخد بس القيمه بتاعه الفراوله الغذائيه اللي احنا قلنا عليها. هي نشيل الخلاط كده نغسله، نشيل الخلاط من جنبنا اصلا نحطه على جنب كده. هنجيب صينيتنا الحلوه دي وندي العصير تقريبا كده بسيطه قبل ما نصبه في الايه، في الكوبايات زي ما حضراتكم شايفين. نصبه بقى مع بعض في الكوبايات وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده عملنا الفراوله بالشكل الجميل ده. بصوا يعني سبحان الله، هي هعمل 5 كوبايات بس.
الكوبايه ديت هنشيلها بقى. حلوه قوي كده، عملت 5 كوبايات فقط لا غير. تمام. على فكره عندي عصير يعني عندي فراوله تاني، بس انا ايه طلعت الكيس ده بس على قد الوصفه كده وخلاص. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحاجات الحلوه الجميله دي. ما تنسونيش بقى في لايك جميل كده زيكم. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك في القناه ام التوأم الشيف سحر على اليوتيوب، ويعمل لي لايك جميل، تعليق جميل، اشتراك جميل، اي حاجه حلوه منكم هتبقى حلوه ان شاء الله رب العالمين. وبرده ما ننساش تدعوا لي بالشفاء ان شاء الله رب العالمين، وربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين ومع الف سلامه. صحيح، قبل ما اقول لكم مع السلامه نسيت اقول لكم اني هقفل معاكم دلوقتي على طول حالا، وهعمل فيديو الزبادي. طبعا الفيديو الفراوله ده سهل وسريع كده، ما خدش مني اي وقت ولا مجهود خالص. فانا هعمل فيديو الزبادي، هنعمله بطريقه سهله عشان اللي يعني بس مش هنعملهم في فيديو واحد، هنقفل الفيديو عشان يبقى دوت فيديو لوحده، ما يبقاش طويل زي ما اتفقنا. ما بنحبش الفيديو طويل عشان ما نزهقكوش، ما تزهقوش مننا. تمام. وهنعمل بقى الفيديو التاني ان شاء الله رب العالمين بتاع الزبادي بطريقه سهله برده. وتابعوني وما تروحوش في اي حته، ونرجع مع بعض تاني. مع الف سلامه. مع السلامه.